اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الخيرات على اخواتي السكر النبات. تعالي نعمل بقى شوية هريسة شطة كده، حاجة عسليات حلويات كده زيكم. صلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. وتعالي بقى نشوف هنعمل الجمال ده ازاي بتركة حلوة قوي تخليها تقعد معاكي من السنة للسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ اولا مبدئيا نزلنا السوق كده ولقيت كان حوالي والله الساعة 7:30 الصبح بعد ما وديت الولاد المدرسة. لقيت الفلفل الاحمر الصغير ده رهيب، يعني بجد حلو جدا جدا. جبناه وغسلناه ونشفناه ونضفناه كده زي ما انتم شايفين. وانا بحب احط معاه كده قرنين من الفلفل القبي البارد علشان يعني يهدي الحرقان بتاعه شوية لانه بيبقى حامي جدا. تمام. وهنجيب الكبة وهنبتدي اول حاجة تصلي على الحبيب وتسمي الله. ونبتدي ان احنا نحط شوية شوية كده ونفرمه في الكبة بتاعتنا. طبعا ما بفرمهوش ناعم قوي، يعني بخليه ولا ناعم قوي ولا خشن قوي. تمام. تمام. يلا بينا بقى نشغل الكبة بتاعتنا كده ونفرم شوية شوية. هنا احنا بنفرمه على بعضه وما بننضفش منه البذر خالص نهائيا، لان البذر ده مادة حافظة ليه، خلي بالكم. تمام. هنفرم كويس كده بتاع فرمتين تلاتة لكل حبة، علشان انا مش عايزة انعمه قوي، عايزاه يبقى برضو ماسك نفسه. طب انتي ما قلتلناش انتي فرمه قد ايه من الفلفل؟ بصوا انا فرمه كيلو من الفلفل الصغير. تمام. وعليه قرنين من الفلفل الكوبي الكبير، 2 حبايتين يعني. الكيلو بياخد معلقتين ملح كبار كده زي ما انتوا شايفين. حلو قوي كده، حلو قوي. وبياخد كمان ربع كوبايه من الزيت، مش هنحط اكتر، اهو ربع كوبايه كده من الزيت. خلاص. طب هنحط حاجة تاني؟ هتحطش اي حاجة تاني، اي اضافات تاني؟ لا، انا مش هحط غير معلقة من التوم. انا بحب احط معلقة كده من التوم، واكون انا يعني توم انا دقيه توم فريش، لان انا بصراحة مش من الناس اللي بتحب تفرم التوم وتشيله. فهحط معلقة كبيرة كده من التوم، قد ايه؟ قد مثلا بتاع راس توم صغيرة. وهنقلب كل الكلام ده مع بعض. هنا بقى يفضل طبعا تحطي في برطمان ازاز، وتكوني طبعا غسلاه كويس جدا، والازاز افضل من البلاستيك في الحاجات دي بالذات. زي ما كنت عامله معاكم قبل كده الفلفل الاخضر، انا ساعات بحب الاخضر بصراحه اكتر من الاحمر، بس لقيت الاحمر ده زغل العناية. هنبتدي نعبي كده في البرطمان. هنا بقى كده اللهم بارك، بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا. عبت برطمان كبير يجي بتاع كيلو وبرطمانين صغيرين. طب انا دلوقتي احفظه ازاي علشان خاطر ما يعملش وش عفونه ولا اي حاجه خالص؟ هنحط معلقه ملح على كل وش منهم. طب ما احنا حاطين معلقتين ملح، مش هيحصل له اي حاجه خالص. وهنحط كمان رشه زيت. واللي هتشيليه في الفريزر هتشيليه، واللي هتستعمليه لما تيجي تستعمليه تقلبيه، تقلبي الوش بتاعه، مش هيحصل فيه اي حاجه خالص. واللي هتطلعيه برضو من الفريزر بعد كده برضو تقلبي الوش بتاعه بحبه الملح وحبه الزيت اللي على الوش دول، ولا هيحصل له اي حاجه خالص نهائيا. وهيقعد معاكي من السنه للسنه. بجد حلو جدا. بقت المحلات والسوبر ماركت بقى بيبيعوه غالي جدا. انا جايبه كيلو الفلفل الاحمر الصغير ده كان ب20 جنيه. فبصوا كيلو ب20 جنيه عمل لي بسم الله ما شاء الله برطمان كيلو وبرطمانين صغيرين. طبعا ده بزياده ان انا حاطه قرنين الفلفل الاحمر الكوبي الكبار. فيعني حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وحاجة طبعا بتنفعك، بتاخديها في سمك، بتاخديها في بابا غنوج، بتاخدي في اي حاجة انت بتحبيها. واقول لكم السلام عليكم.